السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا النهارده راجعه لكم بوصفه سهله وبسيطه واقتصاديه 100%. مكوناتها كلها من البيت، مش هتجيبي اي حاجه من بره. بصي الصينيه العظمه دي انا عاملاها كلها من البيت، زي ما انت ما شايفه شكلها كده. وبصراحه الريحه في منتهى الجمال. شايفين الدخانه طالعه منها ازاي؟ انا ما صبرتش عليها تبرد، قلت لا لازم اقطعها وكمان اوريها لكم. شايفين شكلها؟ لازم تجربيها بقى وتقولي لي بجد رايك ايه فيها. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا. مكوناتها كلها من البيت، ومش هتجيبي كمان اي حاجه من بره. شايفين العظمه؟ والريحه في منتهى الجمال. شايفين؟ نبدا بقى الوصفه. بص بقى وصفتنا النهارده كلها بشر. معانا هنا بطاطس مبشوره، بصل مبشور، فلفل مبشور، وهنا دول معلقتين دقيق، ودي برضو طماطم مبشوره. خلاص يبقى البصل والبطاطس والطماطم مبشورين. 3 بيضات معانا في الوصفه. التوابل بقى ملح وفلفل وكمون وبهارات، ملح وفلفل وكمون وبهارات. خلاص بص الوصفة معانا سهلة جدا. خلاص هتجيبي بقى هنا هتنزلي بالبطاطس المبشورة اهي. بصي الوصفة سهلة جدا، كل حاجتها هتلاقي عندك في البيت. وهننزل بالطماطم، كل الكلام ده هتبشريه بالمبشرة. والبصل والفلفل هتنزلي بقى بكل الخضار على بعضه. مفيش اسهل من كده بقى. وهتنزلي بمعلقتين دقيق. خلاص. وهتنزلي بالتوابل بتاعتك، ملح وفلفل وكمون وبهارات. هتنزلي بالتوابل بتاعتك. خلاص. وهنحط هنا 3 بيضات. شايفين؟ في اسهل بقى من كده وصفة سهلة جدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك وهتعتمديها اكلة اساسية عندك، من سهولتها وكمان من حلاوتها في منتهى الجمال. خلاص حطينا كله على بعضه. هتقلبي بقى كل القمر ده كله في بعضه، كل الخضار في بعضه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. وصفاتنا اقتصادية جدا. قلبي كويس لغاية المزيج كله ما يبقى داخل في بعضه. هننزل بقى ب3 معالق من الزيت، اخر حاجة 3 معالق. خلاص وهنقلبهم. في حاجة هنا نسيت اقولك عليها، المفروض تحطي هنا نص معلقة بيكنج باودر. خلاص انا ما حطيتهاش، انا بصراحة نسيتها، فانا قلت ايه هقولك بقى ايه وانا بعمل الفيديو. خلاص. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا اللي هنحط فيها الخليط. هننزل فيها بمعلقتين زيت وهنوزع الزيت كده كويس في الصينية. خلاص. ايه رأيك بقى في سهولتها؟ سهلة جدا. خلاص هتنزلي بقى بكل الخليط ده بقى في الصينية اهو. شايفين؟ مفيش اسهل من كده. هتنزلي بقى بالخليط كله بتاعك، وزعيه بقى في الصينية كده. ايه رأيك؟ هنا بقى في حاجة انت عايزة تعمليها اعمليها. لو عندك اي نوع جبنة عايزة تحطيها على الوش حطي، ما عندكيش خلاص. انا بصراحة ما حطيتش، انا دخلتها الفرن على كده. خلاص دخلت بقى وخرجت بالمنظر الجميل ده اللي انتوا شايفينه. بصراحة هيفوتك كتير جدا لو ما عملتهاش. ممكن تعمليها في الغدا او في العشاء، سهلة جدا يعني، حاجتها كلها من البيت. مكوناتها سهلة وبسيطة. شايفين بقى الجمال؟ ما خدتش معانا اي وقت ولا اي مجهود. جربيها وان شاء الله هتعتمديها اكلة اساسية عندك، من كتر ما هي سهلة. ايه رأيك بقى؟ يا ريت بقى لو عجبك الفيديو، يا ريت لو انت جديدة يا ريت تشتركي معايا في القناة. وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوني في فيديو جديد حبايبي، والسلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا. سلام عليكم.